دمتم بخير أحبتي المعرفيين والمعرفيات. نحاول في تجمعنا أن نبث بعضا مما نعتقده صالحا ويخص القضايا التنويرية التي تهمنا في زمن بات فيه الصراع والتصادم هو جل ما ينشغل به المتسلطون في شرقنا. لذلك نحن نحاول انطلاقا من اهتمامنا الجلي بالمعرفة وفق قاعدة ثقافة الاختلاف أن نقوم بدور تنويري ضمن حيز تجمعنا الحب وجود والوجود معرفة. لذا نرحب بكل إسهاماتكم وكل ما يتعلق بأفكاركم ضمن هذه الساحة التي ترى نفسها ذات تأثير على ما ينشر. فأغلب الذين يتواصلون في هذه القارة الزرقاء هم من العوام والبسطاء ممن يقومون بقتل الوقت بالأشياء التي لا تغني ولا تسمن من جوع. لذا فنحن في تجمع الحب وجود الوجود معرفة نؤمن بدور المتنور في إيقاظ النفوس وتنميتها وتأهيلها عبر نشر حوارات ومناظرات. وقد نشرنا في العدد فيما مضى أعداد صحيفة الحب وجود الوجود معرفة، وقمنا بإصدارها في فترة قصيرة تتعلق بالصيف المنصرم. أما الآن فنحاول إعادة هذا النشاط بعد بروده، بعد فترة انقطاع انقطعنا فيها عن التجمع. لذا نحاول الآن استرداد هذا النشاط من خلال نشر أفكارنا المختلفة والتي تجتمع ضمن ثالوث الحب الوجود المعرفة. تحياتي لكم من جديد، متمنيا لكم دوام الإبداع والعطاء في رحاب تجمعنا تجمع الحب وجود والوجود معرفة.